تخيلوا معايا كده انتوا معاكوا اغلى واقوى مفتاح في العالم بس مش لاقيين له بابه. المفتاح شكله شيك جدا، مرصع وجميل وشكله مبهر وكل حاجة، بس بقاله سنين مرمي في الدرج مع الكراكيب، محدش فاهم لازمته ايه ومحدش عارف هو بيفتح باب ايه بالظبط. ساعات كتيرة قوي بنبقى احنا شبه المفتاح ده، ممتازين شاطرين ناجحين مذاكرين عارفين، بس ما بنتكلمش عن شغلنا. انا قعدت سنين طويله وما زلت لغايه دلوقتي ومش هضحك عليك واقول لكم ان انا عديت ده، بس لغايه يومنا هذا انا ما بعرفش اروح اقول يا جماعه انا على فكره انا بعمل الشغل الفلاني ده خدوه. لغايه يومنا هذا انا الناس بتعرفني تجيلي، بيسمعوا عني يجولي، لكن انا ما بروحش ادق على البيبان واقول لهم يا جماعه على فكره انا عندي الشغل الفلاني. ده بيتغير دلوقتي، بس انا اقصد انه انا قعدت لسنين طويله عامله زي المفتاح ده مرميه في الدرج وسط الكراكيب. عندي نوليدج، عندي شويه علم، عندي خبره، بيقولوا عليا شاطره يعني، بس يعني محدش يعرف محدش يعرف لان سنون الباب المفتاح دي مفيش الباب اللي يخش وتروح تفتح ونخرج. احنا شاطرين جدا نجمع شهادات، نروح نتعلم، نروح ونقرا ونذاكر، بس يعني بس خلاص هنفضل قاعدين بقى وسط الكراكيب في الدرج اللي محدش يسمع عنه حاجه. كل العلم اللي في الدنيا، كل الشهادات، كل المذاكره، كل القرايات مش هتعمل حاجة لو احنا ما فتحناش الباب، لو احنا ما عبرناش بصوتنا، ما قلناش احنا مين، ما عرفناش الناس بشغلنا، احنا محتاجين نحكي حدوتتنا، نحكي احنا مين، نحكي احنا بنعمل ايه، نقول صوتنا عامل زي اسنان المفتاح دي والابواب كتير. احنا بس محتاجين نقرر نطلع المفتاح ده من الدرج ونطلع له صوت.